تعالوا بقى شوفوا الكارثه اللي حصلت لي بسبب كومنت. يا ريت اللي كتبت الكومنت ده تجيلي، مش هعمل لها اي حاجه، انا بس هعرفها غلطها بس. شوفوا المنظر ده، البيت حرفيا كان هيولع لولا ستر ربنا ان انا قاعده جنب الفرن. والله انا كان ممكن بجد يا جماعه البيت يولع وانا جوه مش حاسه. انا كنت منزله وصفه السمك المشوي على البوتاجاز من فوق، وعمل دخان شويه، عارفه انه عمل دخان، وعارفه كمان ان ريحه البيت بتقلب شويه سمك، خصوصا لو ما قفلتيش باب المطبخ عليكي. بس انا كنت بعمل الطريقه دي وزي الفل. لقيت واحده كتبت كومنت، او مش واحده ده كتير، بس طبعا كتبوا الكلام باختصار جدا، فطبعا ما قالوش التفاصيل، فطبعا انا كنت هلبس في حيطه دلوقتي. هقول لكم اللي هم قالوه، وهقول لكم برضو ازاي تتفادوا الغلطه اللي انا عملتها. وطبعا انا عملتها عشان طبعا هم ما وضحوش في الكومنتات الكلام ده خالص. مبدئيا كده هم قالوا ان احنا نحط صاجه او طبق فويل كده تحت الشوايه علشان نبتدي ان احنا نشوي السمك. وقالوا كمان ان احنا نغمس السمك بالرده كويس قوي من تحت ومن فوق، ونملى الدنيا رده عشان ما يلزقش، لانه لو لزق هيبقى صعب ان هو يتشال. ده الكومنت بالملي. المهم ان انا عملت كده وكترت الرده على قد ما قدرت بقى، علشان خاطر يعني خفت السمك يلزق بصراحه. وبعدين حطيته على الشبكه في النص وتحت الشوايه بالظبط. وبعدين افتكرت ان هم قالوا لازم تحطوها تحت الشوايه مباشره، يعني هترفعي الشبكه شويه كمان عن المستوى بتاعها. فطلعته بقى فوق وبدات ان انا راقبه كده من الازاز زي ما انتم شايفين كده. وده طبعا من ستر ربنا، لان انا اوريدي قاعده جنبه علشان اراقبه من الازاز، وعشان كمان كنت بصور لكم الوصفه زي عادتي كده لما بصور لكم اي وصفه بجرب. يا لهوي على المنظر، والله العظيم انا اترعبت بجد في اللحظه دي، انا اترعبت حرفيا، لان ما كنتش معايا جوزي في البيت وما كنتش عارفه اطفي ده ازاي. طب اعمل ايه؟ احط ميه، احط قماشه؟ دماغي لفت وانا مش عارفه اعمل ايه بجد. انا عايزه اقول لكم ان انا طفيتها بالهف، يعني قعدت اهفها كده لحد ما طفت معايا. يعني ما كنتش عارفه ان انا اعمل ايه بصراحه. قلت بقى احنا اللي هناكل السمك، مش فارقه بقى هف فيه اعمل فيه. المهم ان انا كنت عايزه اطفي النار اللي حاصله دي. المهم خلصته بقى وطفيت زي ما انتم شايفين، لقيت المنظر ده. وهنا بقى فهمت الغلطه. تريني بقى ما ينفعش ان انا احط اي بواقي رده حوالين السمك نهائي. بصوا هي دي اللي اتحرقت، وهي دي اللي عملت النار الفظيعه دي. فالمهم خدت السمك ونقلته بقى في طبق نضيف تاني، وكملت الوصفه تاني. دخلته بقى على الشوايه وقلبته بقى على الناحيه التانيه زي ما انتم شايفين كده، وسبته. وبعد شويه كمان قلبته على جنبه علشان كان مبطرخ السمك ده، وكنت عايزه اتاكد ان البطروخ بقى استوى وكده. فكركم يعني ان انا كنت هرمي السمك او هوقف الوصفه؟ لا طبعا، لازم اتعلم الحاجه ولازم اعرف الغلط كان ايه. عمري في حياتي ما بحب استسلم ابدا، لما بكون عامله حاجه غلط لازم اعرف الغلطه كانت فين. المهم خلاص بقى هنا كان بقى السمك بدا يستوى. على فكره الموضوع كله ما اخدش مني 10 دقايق على الجنب ده و10 دقايق على الجنب ده، مش اكتر من كده. وهنا السمك بقى كان خلاص استوى وتمام. خدته زي ما انتم شايفين كده، حطيته في طبق نضيف. وبعد كده جهزت معايا ملح وشطه وكمون، ورشيت عليه كده من الناحيتين طبعا، بس الاول هنرش ناحيه واحده. وبعد كده هنعصر كميه ليمون حلوه كده علشان نديله ليمون، عشان طبعا يتملح كويس كده ويبقى طعمه حلو. وبعد ما بحط الليمون بقلب الناحيه التانيه واعمل نفس الكلام، شويه برضو ملح مع شطه مع كمون كده. وبعد كده احط الليمون. واهم حاجه طبعا ان انت بعد ما تخلصي كل الكلام ده ان انت تلفيه في فويل عشان تكمريه كده عشان ياخد التتبيله كويس. وبعد كده تفتحيه بقى تكليب الف هنا. يا جماعة الطريقة مش وحشة، الطريقة حلوة، بس المشكلة في نقل المعلومة. لازم تنقلوا المعلومة كاملة، ما ينفعش تقولي املى الدنيا ردة وانتي اصلا المفروض تحطي ردة على قد السمك بالظبط. حاولوا ان انتوا لما تقولوا لحد اي حاجة كنصيحة تقولوها كاملة علشان خاطر محدش يتأذى. انا والله العظيم بجد مش قادرة اقول لكم الرعب اللي انا شفته النهاردة. المهم دلوقتي خلاص السمكة قشرتها وكانت جميلة جدا وما شاء الله مستوية من جوه، وزي ما انتوا شفتوا كده قلبها ما شاء الله مستوي. بس الامانه السمك ده عشان ما كانش طازه فكان لحمه مش قد كده قوي، عشان هو كان في الفريزر بقاله فتره. وكمان ده البطروخ شايفين عامل ازاي من جوه، ما شاء الله لا قوه الا بالله، حلو جدا. مش هعرف انهي النهايه بتاعتي كل مره، بس هقول لكم اشوفكم في فيديو جديد. كنت معاكم زينب زياد، والسلام عليكم ورحمه الله.